عنصر القوه من اهم العناصر اللي بتشكل جزء كبير جدا من جدول اي رياضي. لو سالت اي حد يعني ايه قوه هيقول لك يعني تقدر تشيل اوزان. الاجابه دي صح بس مش كامله. الصح ان القوه 3 انواع والنوع بيتحدد على حسب طريقه تمرينك. نبدا باول نوع والنوع اللي بعتمد عليه في الرياضه اللي انا بلعبها وهو القوه القصوى، وده لان الرياضه اللي بلعبها باور ليفتنج. القوه القصوى هي رفع اقصى وزن لعده واحده 1 ار ام. في النوع ده انت بتحاول تزود اقصى قوه تقدر تطلعها من عضلاتك عن طريق انك تعمل برنامج يكون هدفه انك ترفع اقصى وزن ليك. مثال في الباور ليفتنج عندنا 3 تمارين رئيسيه: السكوات والبنش بريس والديد ليفت، والهدف هنا هو رفع اقصى وزن باداء صح. تدريب النوع ده بيعتمد انك بتتمرن باوزان من 80 ل 95 من اقصى وزن ليك، وعدات قليله من عده ل5 وراحه عاليه من 3 ل5. ولازم تعرف ان القوه هي قوه جهازك العصبي، فما تجيبش اخرك وراها الاستشفاء. النوع الثاني القوه المميزه بالسرعه او القوه الانفجاريه، وده النوع اللي اي رياضي لازم يكون مدخلها في جدوله. وده ببساطه انك بتعمل التمرين باقصى سرعه عليك او انك تحرك جزء معين من جسمك باقصى سرعه عندك، وده بيعود لك الجهاز العصبي على الحركه السريعه. ومن اشهر تمارين النوع ده جامب سكوات والبوكس جامب والميديسين بول ثرو. هنا هتتمرن بعدات من 3 ل 6 باقصى سرعه عندك، والراحه من دقيقه ونص ل3. ثالث نوع عندنا وهو تحمل القوه، وانك تقدر تطلع القوه لفتره، مثلا انك تعمل بوش اب من 15 ل 30 عده او لانج او بودي ويت سكوات بعدات عاليه. برضه لازم تستخدم اوزان لازم تبقى خفيفه وعدات عاليه. بالشكل ده هتكون نميت عنصر القوه بالثلاث انواع، وده كان اول عنصر في العناصر السبعه. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي جاي.